قرار ملكي حازم جاء في وقته وبالضبط في عمق الأزمة. جلالة الملك محمد السادس نصره الله يتدخل لإنقاذ الفلاحة المغربية من العبث. شنو وقع؟ شنو الرسالة من القرار؟ أجد فهم. الملك حفظه الله قرر يسند مهمة تتبع ومراقبة برامج دعم الفلاحين للسلطات المحلية تحت إشراف وزارة الداخلية. الرسالة واضحة، مبقاش الثقة في وزارة الفلاحة. علاش؟ حيث الدعم ما وصلش للفلاح البسيط، والمخططات كلها من المغرب الأخضر حتى اليوتيس فشلوا في تحقيق الأمن الغذائي. هاد التحول ماشي عادي، راه جا بعد ما ولا الدعم العمومي أداة سياسية قبل الانتخابات، وعدد من الفاعلين بدا يطرح أسئلة محرجة: فين مشات الملايير؟ علاش كنستورد حتى الحمص والعسل والبيض، والدعم للفلاحيين فين كيمشي؟ الجواب: فشل تدبيري وسوء توجيه، والنتيجة المغاربة مهددين بالجوع. القرار الملكي يحمل رسالة صريحة: الملف خرج من يد الوزارة ودخل تحت رقابة الداخلي لضمان الشفافية، يعني نهاية العبث وبداية دولة الإنصاف. والرسالة الثانية: لا مكان لاستغلال سياسي في أمن البلاد الغذائي. من اليوم الدعم غادي يراقبوا رجال السلطة تحت عين الملك، المحاسبة ذات. وحفظ الله مولانا أمير المؤمنين ضامن أمننا وقوتنا وكرامتنا.